Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, on va voir un élément très important dans le machine learning, le workflow complet de machine learning. غادي نشوفوا c'est quoi le processus étape par étape اللي كنتبعوه في اي projet ديالنا ديال machine learning. Donc la première étape هي définir le problème. Donc avant tout, قبل ما نبداو خصنا نعرفوا l'objectif ديال notre projet. Donc on se pose des questions comme quel est le problème, quelle est la sortie que je veux prédire, شنو باغي نبريدي في هذا le problème اللي عندي, comment je veux mesurer la qualité du modèle, يعني la performance ديال الموديل كي ندير نعرفها واش مال ولا بيان. La deuxième étape اللي عندنا هي data collection. La data هي l'élément le plus important في machine learning. Donc خصنا نكوليكتيو les données, ملي نقدروا نكوليكتيهم من les bases de données, من les API, من sensors, من logs, les fichiers CSV. Sans data ما كاينش الماشين ليرنين. دونك اول ايتاب واهم ايتاب هي data collection. دابا ندوزو للداتا كلينين اند بريباريشن. واحد المقوله مشهوره في الماشين ليرنين كتقول لك garbage in garbage out, يعني الا كانت عندك واحد الداتا لي ماشي كلين وماشي بيان بريباري, راه حتى لو موديل غادي يكون ماشي كلين وماشي بيان بريباري, وغادي يكون لا بيرفورمانس ديالو غادي تكون طايحه. دونك اهم حاجه فاش كتكوليكتي الداتا خصك دير لها الكلينين, كتحيد لي فالور مونكونط, كدير لي زيرور لي زاوتلايرز. هادو كاع غادي نشوفو كي غادي نديرو نهاندليوهم في دي فيديو جايين. بوي كتجي عندنا لا بريباراسيون. دونك خصك كاين لا نورماليزاسيون, كاين لونكودين ديال لي كاتيجوري, وكان لي ترانسفورماسيون ديال الفيوتشرز. لا بارتي اللي عندنا موراها هي الفيتشر انجينيرين. دابا كنكرييو ولا كنموديفيو لي فاريابل pour que le modèle يكون يعرف ميو كي يدير يتعامل مع ديك الداتا. دونك بارفوا غير هاد الفيتشر تكنيك كي اميليوريو لا بيرفورمانس ديال الموديل بلو كو انك تبدل مثلا الالغوريثم كامله. وفي هاد ليطاب كنزيدو الموديل سيليكشن, كنختارو شنو الموديل اللي بغينا نخدمو بهاد البروبليم. وفي هاد لابارتي كنديرو حتى الموديل سيليكشن, يعني كنختارو شمن موديل بغينا نخدموه في هاد البروبليم, لحقاش ماشي اي موديل كيخدم لكاع لي بروبليم. كاين لي موديل لي بيرفورمون في واحد النوع ديال لي بروبليم وكتلقاه ناقص في لي بروبليم الاخرين. دونك كنختاروا اما الريغريسيون, اما الديسيزيون تري, اما الراندوم فورست, اما الاس في ام اكسيتيرا. المهم كنختاروا واحد الموديل. مي غالبا لا ميور ابروش هي تختار بليزيور موديل وتقارن بيناتهم, وفي التالي تدي احسن بيرفورمانس. كتدير بزاف, دير واحد 3 ولا 4 وكتختار احسن واحد لي بلي بيرفورمون فيهم. ابري سا كندوزو للموديل ترينين. اون فوا لو موديل اي شوازي اون لونطرين افيك الداتا اللي عندنا ديجا. دونك صافي الالغوريثم كيبدا يابروني لي باترنز في الداتا, وكنبداو ناجوستيو حتى لي بارامتر باش الموديل تكون لا بيرفورمانس ديالو بلو الفي. هادشي غادي نشوفوه بالديتاي من بعد. ندوزو دابا لا بارتي ديال الايفالواسيون و الفاليداسيون. دونك ابري لا فورماسيون ديال الموديل كاين هاد ليطاب المهمه ديال ليفالواسيون. دونك كنتيستيو الموديل ديالنا على واحد لي دوني جداد اللي ما شافهمش, باش نشوفوا واش الموديل ديالنا جينيراليست. وباش نديرو هاد ليفالواسيون كنخدمو بزاف ديال لي ميتريك. عندنا لاكوريسي, البريسيجن, الريكول اكسيتيرا. كاع هادو غادي نشوفوهم بالضبط. من بعد عندنا iterate and improve. دونك الماشين ليرنين ماشي لينيير, يعني ديما كاينه لا بوسيبيليتي ديال لاميليوراسيون, وديما لا بوسيبيليتي ديال غادي نواجهو دي بروبليم. يعني فاش كيكون ان بروبليم كنكوليكتيو بلوس دو دوني, كناميليوريو الفيتشرز, كنشونجيو الالغوريثم, وكنعاودو كنبقاو نديرو التكرار. on répète jusqu'à ce que le modèle soit bien. La dernière étape هي la deployment and monitoring. Donc une fois tout est bon, on déploie le modèle dans un système réel. هنا le modèle ديالنا il reçoit des nouvelles données et il fait des prédictions. وكنديروا الموديل ديالنا المونيتورين, يعني كنبقاو نسويفيو la performance avec le temps واش tout se passe bien. Donc le workflow ديال الماشين ليرنين هو هذا. كديفيني لو بروبليم, كدير لا كوليكسيون دو دوني,
كتبريباري هاد لي دوني وكتنيطواييهم، كدير الفيتشر انجينيرين، كتشوازي الموديل ديالك، كتونطرينيه، كدير له ايفالواسيون، كتاميليوريه وكديبلويه وتمونيتوري. هذا هو البروسيس اورغانيزي اللي غادي تحتاجو في اي بروجي ديال الماشين ليرنين.